السلام عليكم. من خلال استنتاج الكل لرحيل سيد عبد الحفيظ اتضح ان الحقيقه هي رحيل مرتضى منصور نهائيا عن نادي الزمالك. ومرتضى معروف ان هو بتاع نوش وبتاع دوشه وهيقعد يعمل حوارات وهيقعد يعمل وش في دماغ الناس، فقال لهم انا همشي، مشوا لي سيد عبد الحفيظ، انا ليا طار معاه كبير، ياما دخلنا في حوارات مع بعضينا. فالمعروف ان سيد عبد الحفيظ كان في مشاكل كتير مع مرتضى منصور الفتره اللي فاتت، ومعروف عن سيد عبد الحفيظ ان هو الدرع الواقي للنادي الاهلي، هو اللي بيستحمل المشاكل، هو اللي بيقف ضد كل حاجه، هو اللي حاطط صدره في كل حاجه. يعني تقدر تقول بالبلدي كده سيد عبد الحفيظ الدراع اليمين للنادي الاهلي، شخصيه قويه، شخصيه عمليه، شخصيه ذكيه، شخصيه في كل حاجه، بيبذل كل جهده في الشغل، بيطلع كل الافكار اللي يفيد بها الكيان. من الاخر كده تكتكه ومعلمه. ليه يمشي في الوقت ده؟ اكيد مليون في الميه سبب الموضوع مرتضى منصور، والله اعلم. ولو في حاجه تانية قولوا لي في التعليقات، يمكن انا غلطان. بس في التوقيت ده بالذات يمشي سيد عبد الحفيظ بعد البطولات والحاجات اللي لسه خلاص، احنا لسه مخلصين مفنشين اهو، لسه مفنشين الموسم، يمشي تاني يوم ما الموسم يتفنش؟ اكيد ده كان اتفاق، وعلى ما اعتقد ان هو خد القرار ده غصب عنه علشان يشيل المشاحنات اللي بين مرتضى وبين سيد عبد الحفيظ. ودي حاجه ما تزعلناش، حاجه تفرحنا برضو ان سيد عبد الحفيظ هيفضل معانا برضو بس في شركه الكوره، وهنشوفه في قناه الاهلي، وهيبقى معانا دايما باستمرار وهيفيدنا بخبراته. بس قص الحوار هنا بقى، يا مرتضى مش عايز تعقل وتكبر؟ يا مرتضى مش عايز تبطل شغل الاطفال الصغيره ده؟ انت راجل كبير، شعرك شاب، طب على الاقل ده راجل بيشتغل للكيان. انت بقى راجل خرجت ببيت نادي الزمالك وجبت داغه الارض، ده راجل شغال للكيان، تقوم حاطه معاك في الحوار ويلا بقى اعمل لكم نوش يا اما تشيلوه معايا، او اعملوا لك اللي انت عايزه. بس في نفس الوقت برضه قاعد جوه النادي، كل في نفسك واهري واعمل اللي انت عايزه. وبرضه سيد عبد الحفيظ حبيب جماهير النادي الاهلي ومعشوق جماهير النادي الاهلي، ومهما تعمل بنحبه، هو دايما حراق كده وتعبكم. سيب نادي الزمالك يا اخي لوجه الله، لوجه الله ابعد عنه، ما تعديش من قدام البوابه دي تاني. غير مسار طريقك، بيتك قريب من النادي، غير انت مسار طريقك، خلي النادي ده يفلح، خلي النادي ده يطلع من الازمات اللي هو فيها. والله انت سبب ازمات النادي ده. بس في حاجه مهمه جدا جدا لازم نتك عليها، هي ان شخصيه الكابتن خالد بيبو شخصيه مش قويه. احنا ما شفناهوش عملي، احنا نعرف ان هو ناجح في قطاع الناشئين وكل حاجه، بس ما شفناهوش عملي. احنا عايزين شخصيه قويه تقدر تمسك فريق الكوره، يقدر يكون مدير كوره محترم. مفيش حد عرف يمسك المنصب ده بعد الكابتن ثابت البطل الا سيد عبد الحفيظ. ولو يا كابتن خطيب على موضوع الكوادر اللي بتتكلم عليه، يبقى في ناس كتير تمشي، يبقى حضرتك تريح، عملت انجازات للنادي، حضرتك تريح وتسيب الشباب بقى. كابتن زكريا ناصف يريح اللي معدي ال 70 سنه ويسيب الشباب بقى. كابتن محسن صالح يسيب الشباب بقى، تدوهم خبراتكم وتمشوا. على ما اعتقد ده العدل، وقلت كده عشان بحب النادي الاهلي وبحبك انت كمان. لو انت فعلا بتحب الكيان، سيب الكيان للكوادر الجديده زي ما حضرتك قلت في الاجتماع النهارده، واديهم خبراتك وامشوا، واقعدوا اتفرجوا على الاهلي والتطوير اللي انتوا عملتوه والتطوير اللي هيعملوه الشباب اللي هياخدوه من خبرتكم. بس كده، سلام عليكم.